طبعًا بما إن بعض الشركات دلوقتي بقت بتستغنى عن الشاحن، زي مثلًا عندك شركة Apple وشركة Samsung، فأنت دلوقتي بقيت مضطر إن أنت تشتري أنت الشاحن. طبعًا هنا السوق عندك بيبقى فيه كذا اختيار، منها إن أنت هتروح لحاجة كوبي أو هتروح لحاجة تبقى high quality أو من الآخر أصلية. فطبعًا اختيارك إن أنت تروح للشركة وتشتري منها الplug فبيبقى سعرها طبعًا over، زي طبعًا ما بنشوف في أجهزة الأيفون وكده. فطبعًا هنا بييجي البدايل لشركات تانية بتقدم بلجات برضه بتقدم أداء كويس، فساعتها اختياري واقع على بلجة تكون موثوقة وليها جودة في السوق وبتقدم قيمة كويسة مقابل السعر، وكان ساعتها اختياري وقع على الأنكر 312. بس يا سيدي، فتعالَ أقول لك ليه اخترت البلجة ديّة. فقبل ما نبدأ الفيديو كده عايزك تنزل تضبط زر اللايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تشوف كل الفيديوهات الجديدة بإذن الله، وخلينا نبدأ على بركة الله. أهم النقط اللي أنت هتبدأ تركز عليها وهي كفاءة وجودة الشاحن، ولازم برضه تبقى عارف إن كل موبايل ليه زي تقنية شحن. يعني عندك على سبيل المثال سامسونج وشركة أبل بيستخدموا حاجة اسمها الباور ديليفري، وديّة تعتبر تقنية الشحن المخصصة سامسونج وأبل. عندك في شركة أوبو وفيفو وريلمي وكده، ديّة بتقدم لك خاصية السوبر فوك، فطبعًا دي برضه ليها شواحن تانية. وما تفكّرش في الشاحن ده طالما أنت رايح للسوبر فوك، لازم تستخدم البلاج الأصلي. وأكبر إثبات إن هم ما زالوا بينزّلوا البلاجات بتاعتهم، بينزّلوا الحمد لله العلبة كاملة. بنتكلم في سرعات في السوبر فوك اللي بتوصل ل100 واط و120 واط أرقام كده خزعبلية ما سامسونج وآبل ما لهمش دعوة بيهم تقريبًا. فطبعًا أنت هنا باكلمك عن خاصية الpower delivery، فدي البلاجة دي هتبقى مناسبة بالنسبة لأجهزة سامسونج وآبل. استثناءات منها برضه بعض أجهزة اللي بتدعم Qualcomm Charge زي Xiaomi وكده. برضه بس يعتبر برضه سرعات بطيئة، مش أقصى سرعة. يعني البلاجة ديّة هتشحن موبايلات Xiaomi 18 واط آخرها maximum. أنت بتبدأ تتجه للبلاجة ديّة مثلًا في حالة أنت مثلًا عندك الشاحن بتاعك باظ أو حصل فيه مشكلة، فبتبدأ برضه تفكر في بلاجة تكون كويسة. البلاجة ديّة مناسبة لأجهزة الأيفون لحد سلسلة ال14 ومعاك لحد الS23 من سامسونج. بتقدم أداء كويس. طبعًا الplug اللي معايا ديّة آخرها 25 واط. حاليًا في وقت تصوير الفيديو دوّة، بما إن سامسونج وبدأت حتى في سلسلة الفئة المتوسطة والفئة الاقتصادية، هي تهتم شوية إن هي تعلّي سرعة الشحن اللي وصل في أجهزة الA56 ل45 واط. فالplug ديّة في منها إصدار الأحدث اللي بيدعم تقنية شحن أسرع ل45 واط وهي ال313. بس أنا جاي أكلمك عن الplug ديّة بعد تجربة ليها أكتر من سنة. أنا استخدمتها مع جهاز سامسونج A34، فالصراحة البلاجة مستقرة جدًا، ما بتخلّيش الجهاز يسخن، في optimize. وأنا كنت برضه باسأل نفسي هي إيه اللي مكتوب هنا ده؟ اللي هي IQ. بالضبط، هو IQ فعلًا، اللي هو فيه خاصية smart إن هي بتسمح إن يحصل زي تكافؤ بين الجهاز وبين الشاحن. إن هو بيشوف درجة حرارة الجهاز عِليت فيبدأ يقلل شوية في الواط والأمبير وكده. ففي توافق وفي optimize. البلاجة الصراحة ما كانتش بتسخن معايا، بتيجي لمّا خلاص بتيجي البطارية. طبعًا كل ما أنت نسبة الشحن بتزيد فسرعة الشحن بتقل. فلأ البلاجة بتستقر جدًا وبتحس إن ما فيش أساسًا سخونية في البلاجة، والبلاجة أساسًا أقصى maximum درجة بتوصل ليها 25 درجة يعني. فمش مثلًا هي وبتشحن بتدّي أقصى قوة عندها في أسوأ الظروف في الشحن. فما تقلقش من حتّة إن يحصل مشكلة بسبب الشاحن دوّة أو إن هي تأثّر على عمر البطارية، لإن طبعًا دي شيء مهم جدًا في جهاز إذا كان زي الأيفون أو سامسونج. لإن عندك الأيفون battery health اللي هي هالسة الناس ديّة، وأنا الصراحة بقيت منهم. على الرغم إن أنا ما باركّزش معاها يعني، بس يعني برضه أنت بتهتم إن أنت تحافظ على عمر البطارية بتاعتك لأطول فترة ممكنة، لإن أنت بتتكلّم في أجهزة زي الأيفون وكده، البطاريات بتاعتها مش مثلًا 5000 ملي أمبير و4000 ملي أمبير. أنا باصوّر من 12 ميني بطاريته ما كمّلتش ال2000 ملي أمبير، فلازم تحافظ على الحبّة بتوع تمام. مش عايز أداء البطارية يقل، لإن هو أساسًا الأداء بيبقى مش أفضل شيء. كجودة وخامات تعتبر التصميم بتاعها جاي بخامات من المَط مع أجزاء من اللميع طبعًا اتبهدلت شوية كده خدوش وكده. فاللي كان مخلّيني الصراحة واثق في إن أنا أشتري البلاجة ديّة برضه إن هي تعتبر بتيجي بضمان اتصال 18 شهر. فديّة حاجة مميزة جدًا إن أنت تاخدها في بلاجة كده، دي تدّيك اعتمادية
أكتر، ولو في مشكلة بتقدر إن أنت تتواصل مع الضمان ويحلوها لك. الشركة ديّة بقى لها أكتر من 11 سنة، فالصراحة هي تعتبر مميزة في جزئية الإكسسوارات دي بشكل كويس جدًا، وعن تجربة الصراحة هي ما أثّرتش معايا إذا كان في السماعة أو في البلاجة اللي أنا اشتريتها. ده الكابل، ده كابل باستخدمه معاها. فطبعًا هي بتيجي بمدخل برضه Type C، تمام، وبتوصّلها Type C لType C. أنا باستخدم Type C Lightning دلوقتي، فلأ عادي كويسة جدًا الصراحة مع الجهاز معايا. مش مبطئة سرعة الشحن، لأ بالعكس مديّة الجهاز أريحية، ما باحسش الجهاز بيسخن، ما باحسش إن البلاجة برضه بتسخن. فلو أنت بتفكّر في بلاجة تكون سعرها كويس، حاليًا البلاجة 25 واط ديّة عاملة 450 جنيه. يعتبر العيب يمكن اللي فيها إن هي ما بيجيش معاها كيبل. فأغلب أساسًا الموبايلات لو أنت شاري موبايل جديد، فأنت بتبقى معاها الكابل بتاعها، ناقص كمان ده يشيلوه. لازم ينوّه على النقطة ديّة عشان ما تفكّرش إن هي جاية معاها كابل، تضطر تشتري لها كيبل. فبرضه دَوّر على كابل يكون quality كويسة ومحترم بس. والبلاجة مش حجمها كبير، يعتبر حجمها مناسب جدًا لو أنت حابب إن أنت تستخدمها في أي مكان، فلأ مش هتزاول. الميزة زي ما قُلت لك اللي هي الpower IQ ديّة، إن هي بتعمل optimize بينها وبين أي جهاز، بتبدأ إن هي تتخرّج ممكن 18 واط و15 واط و10 واط العادي اللي هي الشحن البطيء. على رأيي في البلاجة ديّة إن هي قدّمت جودة محترمة جدًا. الصراحة شركة أنكر يعتبر مميزة في الجزئية ديّة، فكان اختياري ليها موفّق الحمد لله. فأنت لو بتفكّر في بلاجة أو كده، فلأ فكّر في أنكر. طبعًا في براندات تانية كويسة زي يوجرين وبيسوس، بس أنا الصراحة ديّة ما جرّبتهاش شخصيًا، فما اقدرش إن أنا أنقل لك تجربة عنها. بس دي براندات برضه كويسة، وفي الأغلب كمان بتدّي ضمان كويس على الaccessories بتاعتها. بس فأنت لو بتدوّر على الاعتمادية والجودة والثقة، والسعر برضه المناسب قصاد القيمة اللي أنت هتاخدها، فلأ ما تفكّرش، اشتري البلاجة ديّة وتوكّل على الله. بس خلّي بالك لو أنت محتاجها لجهاز زي السامسونج A56 أو A36 أو الأجهزة ديّة اللي هي الحديثة حاليًا في 2026 إسكان من سامسونج أو من أبل، فأنت بتتجه للبلاجة ال45 واط. وأعتقد برضه إن أنت عندك الأيفون 15 وال16 لو أنت استخدمت ال313 هتكون مناسبة معاك، وهتدّيك ال30 واط، لإن أصبح دلوقتي أبل الحمد لله ربنا وسّع عليها وبقت دلوقتي بتدّي شحن 30 واط. فبس دي كانت تجربتي مع الأنكر 312، فكانت بلَجّة ممتازة الصراحة، وما زالت أداءها ممتاز معايا، ما أثّرتش خالص. لو عندك أي استفسار أو حابب تستفسر عن أي حاجة سيبها لي تحت في الcomment وأنا هارُد عليك. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش بقى تضبطوني تحت كده بزر اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وتكتب لي comment حلو. ولو عندك أي تعليق على الفيديو برضه سيبه لي تحت، وإن شاء الله هاحاول أحله وبس. وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو، ومع السلامة.